المدرسة اللي بتعلم تعمل عشان كل شيء وعمرها ما تتألم. أول رحلة في حياتي كانت جواها 9 شهور، 9 شهور ألم عذاب، 9 شهور ما فيش كلام يقدر يوصف لحظة مرت بيها. 9 شهور قلبها مسرور، لكن الحزن يجعل بينها وبين الفرحة مسافة 1000 سور. بدأت حكايتي معاها لما نزلت من بطنها، أول ما شفتني ضحكت فرحت حضنها، ربتني وادتني حنية من قلبها، من كتر الحنية والصدق وحبها مشاعر قامت فيا ونطقت بها. لقيتها فجأة بتضحك وتغير شكلها، بكيت من كتر الفرحة وخدتني جنبها وقالت تعلمني ازاي اتكلم زيها. بكتب قصيدة بدمي من وحي حبي لأمي، ربت وشالت تعبت وقالت ابني وهتفضل عايشة من كل ثانية بعمرها. أيام بتجيب أيام، سنة في سنة قدامها بكبر، بقت فهماني بقت تعرف أنا عايز والمفكر. حبي ليكي بيزيد كل يوم أكتر وأكتر. فمرة جيت سألتك إيه سر حبك واهتمامك بيا، رديتي بسرعة وقلتي أنت حلم حلمت بيه من صغري وهدية ربك ليا، وليها كتير مواقف بتمعنى الحنية، من غيرك يما بس الدنيا دي جاية عليا. كبرت واشتغلت بقى ليا اصحاب وعيلة، لكن عمري ما غبت عنك يما ولو لليلة. فيها كتير مواقف تثبت معنى الحنية، ونفسي الاقي تمن ارد بيه، بس كبيرة من جمايلك اصلي يما جمايلك عليا كتيرة. وفي مرة اتصلوا بيا قالوا لي امك في المستشفى، الحق مش عارف وباقي القلب اتكبر بسرعة ولهفة. وصلت عنه وعقلي ده يتجنن، قالوا لي دي راحت للي احسن منا واحن. قد مرت عام الايام بعد فراقك يما، بعد فراقك يما. كل سنة وانت طيب يا طارق.